بيهرب مننا كده كتير ولا ايه؟ 99.9 من الرجاله بيهربوا يروحوا يقعدوا على القهوه بسبب الضغطه الماليه اللي هم فيها. حرام، بنروح ندفع شيشه ونسكافيه هناك عادي. وده لان كل لما حضرتك تشوفيه تطلبي منه فلوس او لما يسالك الفلوس راحت فين ما بتعرفيش تجاوبي. انا كان نفسي احمسك كده في الاول واقول لك ان انا هقول لك على خطوات تطلعنا المالديفز. يا ريت لو انت حوشت لها وطلعت لها والنبي خديني معاكي، انا اصلا 152 سم مش هعمل صوت في الشنط صدقيني. ابدا بس باهم سؤال، هو انا بصرف في ايه؟ والله انا زيك بالظبط وما بصرفش غير على البيت. بس انا لا مصروف البيت بيكفي معايا وفي حاجات في البيت ناقصه عادي جدا، وانا فعلا كل ما بشوف بطلب منه فلوس، وفي نفس الوقت انا في 500 حاجه نفسي فيها اصلا مش عارفه اجيبها. كل الكتب اللي اتكلمت على الفلوس لخصت المصروفات في 4 كاتيجوريز: النيد، اللاف، والوونت، لايك. طبعا انا لما قريتهم في الاول حسيت ان كلهم نفس المعنى. الناس الناجحه ماليا المفروض بيركزوا على حاجتين بس، وهي النيد واللاف، يعني حاجه احتياج ليك وحاجه بتحبها. فهمتيني؟ لا. الخلاصه كلها ان انت المفروض تسالي نفسك سؤال: لو احنا اغنياء جدا جدا دلوقتي، ايه اكتر حاجه انت هتصرفي عليها فلوس؟ قاعده الناس احكموا عليها عشان نعيش سعداء بفلوسنا: نصرف على الحاجه الوحيده اللي انا فعلا بحبها. بالنسبه بقى للاحتياج، هو اكل وشرب ومسكن وتنقل عشان تروح الشغل، ده اخرنا يعني. بقى بالنسبه للسجاير وكوبايه القهوه اللي ب 190 جنيه اللي انت ما بتعرفيش تفوقي من غيرها، ده مش احتياج خالص. فبكده اللي اتعلمناه ان انا لما اجي اصرف هصرف على الاحتياجات الاساسيه، ومن كل الحاجات اللي قاعده عماله بهوأ واشتري فيها دي اكتر حاجه بحبها وبس. فاحنا في تاني حلقه حويش عشان تعرفي تقفشي، اديكي هتقفشي ومش هتوديه القهوه عشان عرفتي انت بتصرفي في ايه بالظبط.